السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا النهاردة بقى ايه؟ سمنة بلدي من البيت، وكمان عملنا الرقاق الفلاحي الطري اللي هو بتاع الفلاحين اللي هو بيتاكل بيه بقى الجبنة، وممكن كمان نعمل منه سندوتشات للمدارس. الرقاق الطري ده يا جماعة بتاع الفلاحين طبعا، في ناس كتير قوي عارفاه. عملنا ازاي بقى الحاجات دي؟ عملناها برضو من البيت ومن غير تكاليف خالص. انا بغلي اللبن البلدي، الحليب العادي اللي هو البلدي الجاموسي، وباخد منه واسقعه في التلاجة، وبعد كده بيعمل طبقة كده على الوش بحوشها. كل ما بغلي لبن بحوشها، اشيلها من على الوش واحطها كده في علبة في الفريزر، لازم في الفريزر. اول ما بعمل كمية كويسة يعني بقى ايه، بروح بقى ايه حطها كده في العجان او على ايدك، مفيش مشكلة، بس على ايدك هتاخد وقت شوية في اللف. لكن في العجان هم حوالي من 5 ل6 دقايق، 5 6 دقايق بالكتير، وبقت بالمنظر ده. حطيتها بس من غير اي حاجة، حطيت وش اللبن او القشطة بتاعه اللبن المغلي في العجان كده زي ما انتوا شايفين وهي ساقعة. يعني طلعتها بره تفك، واول ما ابتدت التلج يفك منها وبقت ساقعة، شغلت عليها بقى العجان. بصوا بقى هنا لفت حوالي 5 6 دقايق، وفرزت اللبن عن السمنة. يعني شفتوا المية اول ما تطلع مية كده بعد اللف ده كله، اول ما بتطلع مية في ارضية الحلة، يبقى هي كده فصلت، يبقى كده بقت سمنة او زبدة، واللي نزل منها ده هو الخض بتاعها. بصوا بقى هنا، بصوا بقت سمنة ازاي. انا كنت بنزلها لكم بالمعلقة من السلاح بتاع العجان عشان تشوفوا. هي لو قشطة يا جماعة كانت هتنزل بكل سهولة، لكن لما جمدت كده تأكدوا انها سمنة. بصوا سمنة دي ولا مش سمنة. بصوا بقى عملوا لي كورتين حلوين قوي، يعني كنت محوشة كمية حلوة قوي من وش اللبن. بصوا كده يبقى عندنا سمنة في البيت دايما. يعني عقبال ما اخلص دي اكون حوشت كمان شوية لبن تاني، وطلعت منهم وش برضو كمية حلوة. فضل بقى عندي ايه ده هنا؟ الخض او اللبن اللي ايه اللي نزل من الزبدة. طبعا احنا مش هنتخلص منه، اللبن ده بيديني طعم حلو قوي في المخبوزات. بصوا بقى كان عندي هنا 1.5 كيلو من الدقيق البلدي اللي هو دقيق الافران، دقيق العيش البلدي اللي هو بتاع الافران، اللي هو الدقيق المدعم. هنا بقى حطيت 1.5 كيلو من الدقيق في الخض ده. هبسه بقى ايه باللبن او بفرزة اللبن اللي نزلت من الزبدة. هيتبس كده اول ما الدقيق كله يشرب اللبن وياخد بقى ايه بواقي الزبدة اللي هي في حلة العجان. متخيلين بقى طعمه ده هيبقى عامل ازاي لما ياخد كده بواقي الزبدة والخض بتاع الزبدة. بصوا بقى هنا ايه ببسه كده باللبن. بصوا لسه جامد، طبعا هو محتاج هنا لسه شوية سوائل. هنا بقى رفعت كده العجان ونزلت كده كل الدقيق من السلاح بتاع العجان، وهنزل بقى ايه بتاني مكون معايا اهو. بصوا وهو كوباية كمان من اللبن او من الحليب. عايزة تحطي بقى بقية الكمية مية مفيش مشكلة، يعني عايزة تستغني عن كوباية اللبن دي وتكملي بقية الكمية مية مفيش اي مشكلة. عايزة تعجني العجين كله بمية مش هينفع، لازم على الاقل نص الكمية لبن او ربع الكمية لبن. بصوا هنا ايه ابتدت برضو تطرى شوية، بس مش ده القوام اللي انا عايزاه، انا برضو عايزاها اطرى من كده. هننزل بقى بايه باخر مكون معايا. طبعا انا كنت حاطه في الدقيق ده يا جماعه نص معلقه صغيره من الملح، ما بنحطش سكر ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، نص معلقه بس من الملح اهو. بصوا بقى نزلت بقى هنا اهو بحط زيت، دي نص كوبايه من الزيت. هتليني بقى العجينه، هتخليها لينه وهتخليها ناعمه قوي. بصوا بقى هنا عامله ازاي، شايفين؟ بصوا ناعمه ازاي، وبصوا مش لازقه ولا اي حاجه. هي طبيعتها هتبقى بتلزق بسيط بس مش في ايدك، لكن هي تحسيها كده ايه بتلزق شويه، لكن هي عجينه ناعمه ومظبوطه. بصوا يعني الكيلو ونص ده اخد حوالي كوبايتين من اللبن
يعني كوباية من اللي هو خض الزبدة، وكوباية تانية عجلنا بيها، ونص كوباية من الزيت، يعني كوبايتين لبن وكوباية ونص كوباية زيت ونص معلقة ملح، بس مش اكتر من كده. زودت حبة مية صغيرين، ودي حسب الدقيق بتاعك. بصوا بقى هنا، فاكرين طريقة التقطيع؟ انا دايما بقطع بالكوباية عشان الكور كلها تطلع قد بعضها، وهوريكم ازاي دلوقتي. بصوا بقى، لما بعمل بوش الكوباية كله، الكورة بتطلع كبيرة زي ما انتم شايفين كده. شوفوا، شايفين قطعت منها اهي، عشان عملت واحدة بوش الكوباية كله، وواحدة خدت بنص الكوباية اهو. بصوا دي كده بنص الكوباية. شايفين الكورة قد ايه صغيرة؟ هتشوفوا بقى الكورة اللي بعدها اكبر. فانا ايه بعمل بوش الكوباية كده يعني باخد نص العجينة في الكوباية، في نص الكوباية، ما باخدش وش الكوباية كله عشان العجينة ما تطلعش كبيرة. هنا بقى سبت العجين بعد ما قطعته كله كور متساوية، سيبته ايه يريح حوالي من تلت ساعة لنص ساعة، ورجعت هنا بقى ايه للزبدة بتاعتنا. حطيتها بقى كده في حلة عشان اسيحها قدامكم وتشوفوها على طبيعتها. بصوا بقى هنا حطها على النار واطية خالص، طبعا ما بنعليش عليها النار عشان ما تتحرقش مننا وتغمق او تسود. بصوا هنبتدي بقى نسيحها. انا مش بحط معاها ملح خالص، لان انا ساعات بستخدمها في الحلويات، فما بحطش ملح خالص، وبحطها في التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجة. وطبعا دي القشطة بتاعت اللبن المغلي، ما بنحطش ملح ولا بنستخدم المرتة، لان المرتة بتاعت اللبن المغلي ده يا جماعة ما بتكونش حلوة خالص. تمام، انا سبت هنا الزبدة على النار على الواطي خالص، برضو تاخد راحتها كده ايه وتستوي، وتديني لون كده اصفر او جولد. وبعد كده تبقى استوت معايا وهطفي عليها، بس هي كده لسه على النار. هنا كان العجين بتاعي ارتاح وبقى بيتفرد معايا بكل سهولة. بصوا بقى خدت العجينة ازاي. خدت اول كورة حطيت تحتيها دقيق وفردتها الاول بصوابع ايديا، وبعد كده بقى جبت بقى النشابة اللي هي او الفرادة دي اللي هي بعجل دي، ابتديت ان انا افرد كده من جوه لبره، من جوه لبره. طبعا انا بعمل لكم واحدة كده قدامكم، وبعد كده هعمل بقية الكمية من ورا الكاميرا عشان وقتكم، يعني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بقى خدت من جوه لبره، بصوا اتفردت معايا بكل سهوله ازاي. عشان كده بقول لكم عايزه العجينه طريه شويه، مش عايزاها يابسه عشان ما تغلبنيش في الفرد. بصوا بقى هي اتفردت كده. وطبعا انا بعمل الحركه دي على ايديا ليه؟ بشيلها وافضل اجيبها من هنا لهنا على ايديا عشان انفض الدقيق زياده اللي عليها. بصوا بقى هنا جبت صينيه مدوره، حطيتها على النار، سبتها تسخن يعني بس مش قوي، ورحت حاطه عليها الرقاقه دقيقة بالظبط، ورحت قلبها على الوش التاني، هياخد كمان نص دقيقة. وبعد كده هرجع اقلبها على الوش الاولاني عشان تستوي. اول ما تعمل معايا نقط كده حمراء او بني، يبقى كده الرقاقة استوت. انا كده كنت خلصت كمية الرقاقة بتاعتي اهو. بصوا شايفين النقط الحمراء دي؟ هتشوفوها دلوقتي اهي. شايفين النقط دي كده؟ تبقى حتى لو نقطة واحدة بس صغيرة ومش باينة، يبقى كده الرقاقة استوت. انا مش هستنى لما الرقاق كله يحمر يعني وينشف مني، ده يا دوب بيشم النار. عايزه اقول لكم دي بلدي. بصوا كرمشتها ازاي وفردتها تاني وكانها ما اتكرمشتش. الكميه اللي طلعت معايا حلوه قوي من الكيلو ونص دقيق. بصوا شايفين؟ هي دي النقط اللي انا بقول لكم عليها. طري جدا، ريحته تحفه، طعمه تحفه، ينفع سندوتشات للمدارس، احسن من الفينو بكتير، وكمان اصح من الفينو اهو. بصوا بوريكم بطبقها ازاي. بصوا اهي سهلة جدا، ممكن تعمليها على شكل رول وممكن تعمليها على شكل كريباية، فبراحتك خالص. وكمان ما كلفناش كتير يعني. بصوا بقى هنا الزبدة بتاعتي كانت استوت وبقت سمنة، هطفي عليها اخدت اللون ده. بصوا بقى المرتة بتاعتها تحت اهي. شايفين؟ طبعا المرتة دي انا ما بستخدمهاش خالص لانها بتاعت وش اللبن، وانا ما بستخدمش المرتة بتاعت وش اللبن، ما بتبقاش حلوة خالص. المرتة اللي احنا بنحبها اللي هي بتاعت اللبن اللي احنا بنروبه، اللي احنا مش بنغليه، لكن ده لبن غليناه وخدنا الوش بتاعه اللي هو القشطه اهي. بصوا هنتخلص منها بقى. كميه السمنه بتاعتنا كانت حلوه جدا، وكمان كميه الرقاق اللي طلعت من الخض كانت تحفه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.